ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين إيه النهاردة يا حبايبي؟ كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة هنعمل بلح الشام. رجعنا لكم، هنحط كوباية وربع مية، هنحط ربع زيت بنفس الكوباية، المعيار يبقى نفس الكوباية. هنحط ذرة ملح، هنحط معلقة سكر، عشان لونه يبقى حلو وذهبي انتوا بتسوي فيه. حطينا كوبايتين دقيق بنفس العبار بتاع الكوباية بتاعت المية والزيت، ومعلقة نشا. عنا لكم المية بتيجي تغلي، هنحط الدقيق عليه، هنقلب بسرعة لغاية لما ياخد القوام اللي هو ولا جامد ولا خفيف. هنقلب بسرعة، وهنفضل برضو نقلب فيه لغاية لما يبقى عجينة متماسكة مع بعض. عجننا العجينة وصلنا للمرحلة دي، هنسيبها تبرد وعشان نحط البيض عليها وارجع لكم تاني. كده العجينة بردت خالص، واستناها لغاية لما بردت، وبعدين هنحط الفانيليا في البيضتين، هنحط بيضتين عليها، هننزل البيضتين على العجينة وهنعجن. ممكن نعجن بإيدنا لغاية لما ندخل البيض في العجينة. كده العجينة خلصت، بس هندهنها بزيت عشان هو بتمسك، عشان البيض بتمسك في الإيد. والقمع ده هنحطه في كيس حلواني، هنحط العجينة في كيس حلواني وهنقطع ونرجع لكم تاني. خلاص قطعناه كده وحطيناه في الزيت لازم يكون بارد الأول، وبعدين نشغل عليه وهنقليه وهنرجع لكم تاني. هو كده استوى، هنخرجه، هنحط على الشربات، هنحط حطة تاني. رجعنا لكم وهو بلح الشام بالهنا والشفا، صيام مقبولا وفطور شهي.